السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الخامس الشطار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل على الدرس التاني من كتاب الباهر. ما تنسوش لو ما اتفرجتوش لسه على حل تدريبات الدرس الأول هتلاقوه على القناة، وكمان هسيب لكم في الوصف لينكات لامتحانات إلكترونية تدخلوا تحلوها. امتحانات بسيطة بس فيها أهم التركات بتاعت الدروس والكلمات اللي هي كلمة وعكسها، والحاجات اللي هي بتيجي توقعنا كده، وهي بسيطة خالص ومش مستاهلة. طيب دلوقتي في الدرس التاني تدريبات الباهر بادئة طبعا بالحل على الجزء بتاع الجرامر اللي هو زمن المضارع البسيط، the present simple. أول حاجة هنفتكر مع بعض واحنا بنحل. اول حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي desert animals، حيوانات الصحراء، ايه find food، بتلاقي الاكل، هل بسهوله ولا بصوره نادره؟ طبعا الصحراء ما فيهاش اكل كتير، فهختار واقول ان هي rarely find food، وكمان هنلاقيها كمان اصلا في في سؤال جاي بعدين. فيبقى desert animals rarely find food. نفتكر ان rarely من ظروف التكرار اللي هي من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط، ومكانها مهم جدا. بيجيلي في رتب، بيجيلي في تشوز زي ما جاي دلوقتي، وكمان بيجيلي في السؤال بتاع كوركت اللي هو صحح الجملة، يغير لي مكانها. فانا لازم اكون عارفه مكانها بيجي فين. ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل لكن بعد verb to be، يعني verb to be هو الفعل الوحيد اللي ظروف التكرار بتيجي بعده، بتيجي بعده. تمام، لكن اي فعل تاني ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل. طيب نمبر 2 بيقول camels، الجمال، ايه grass. طبعا هي الجمال دايما بتاكل ايه؟ دايما بتاكل عشب grass، وممكن يقول لي بدل كلمة grass ممكن يجيب لي plants، نباتات. طيب هنا برضو سألني في موضوع ظروف التكرار، هم كلهم ظروف تكرار، والفعل متصرف صح مع الفاعل الجمع، الفعل زي ما هو. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ظروف التكرار تيجي قبل الفعل الاساسي، فطبعا ما فيش غير usually eat هي اللي فيها ظرف التكرار جه قبل الايه؟ قبل الفعل. Number 3 snakes eat small animals like rats، التعابين eat small animals هي بتاكل حيوانات صغيرة زي الراتس الفئران، كمان والليزردز السحالي. تمام، فطبعا ما ينفعش اقول never لان ده اكلها اصلا. rarely لا طبعا، هو ايه؟ غالبا. often eat small animals ده اللي هو اغلب اكلها. camels store water in their bodies، دي طبعا always هم دايما بيخزنوا ميه في جسمهم. lizards السحالي ايه؟ dangerous. طيب هنا مديني verb to be. نفتكر مع بعض اللي سائلة ان ظروف التكرار تيجي فين؟ تيجي بعد verb to be، بعده. يبقى انا عايزه verb to be هو اللي يجي الاول، يبقى ما فيش غير ايه؟ غير الاختيار B اللي هو are sometimes dangerous. نكمل. Dad always a coffee in the morning، عايزه اقول ان بابا دايما بيشرب قهوه في الصباح. طيب انا عندي dad، تمام، ده الفاعل. طب هو فاعل ايه؟ فاعل مفرد، ممكن اشيله واحط بداله هي. طيب وحط لي always اللي هي ظرف تكرار. طيب اصرف الفعل مع الفاعل المفرد، بعمل ايه في الفعل؟ بحط اضافه اللي هي اس او اي اس او اي اي اس. مع الفعل drink انا هحط ايه؟ هحط اس بس، فيبقى dad always drinks، بابا دايما بيشرب coffee in the morning، قهوة في الصباح. mom is late for work. طيب برضو verb to be يحتاج verb to be يجي هو الأول وظروف التكرار يجي بعده، يبقى mom is never late for work، ماما عمرها ما بتتأخر على الشغل. I walk to school it's near my house، لازم أعرف near. near يعني قريبة، المدرسة قريبة من بيتي، فبالتالي أنا دايما بمشي، يبقى I always walk to school. My sister eats fish she doesn't like it. لما يجيلي جملة فيها سؤال فيه جملتين لازم أقرأ للآخر، هيعرفني الإجابة. حرفيا الإجابة بتكون مفهومة خالص لما أكمل قراءة الجملة للآخر. قال لي she doesn't like it، هي ما بتحبش السمك خالص، فبالتالي هي never eats، هي مش بتاكل خالص، عمرها ما بتاكل السمك لأنها مش بتحبه. وايه early we don't come late for school، احنا don't come late احنا ما بنجيش متأخر للمدرسة، فبالتالي احنا دايما بنيجي بدري. طيب نفس الكلام انا عايزه verb to be هو اللي يجي الاول، ظرف التكرار بعده. عندي سي وعندي دي are always و is always، طبعا عندي الفاعل we، ماشي، فعن طريقه انا هختار طبعا الصح اللي هو we are always، لان we بتيجي مع are. طيب السؤال ده محتاج بقى تركيز 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 يعني، لان طبعا مفيش اختيارات.
فاحنا محتاجين نركز ونقرأ الجملة ونفكر كويس جدا قبل ما نجاوب. I go to school on Fridays. Fridays اللي هو أيام الجمعة، يوم الجمعة. فطبعا ينفع أقول أنا دايما بروح المدرسة يوم الجمعة؟ لا، يبقى أنا عمري ما بروح المدرسة يوم الجمعة، يبقى أقول I never. دي هتبقى never، ما حدش بيروح المدرسة خالص يوم الجمعة. Number two, camels store water in their bodies. دي حاجة دايما بتحصل، دي حاجة أصلا في خصائص جسم الجمال، إن هم دايما بيخزنوا المية. يبقى طبعا هقول always. طيب snakes ain't dangerous، قال لي always are. نركز برضو في اللي هو بيدهوني بين القوسين، هل اصلا كلمة always are صح؟ انا عندي verb to be. verb to be يجي هو الاول، verb to be ما يجيش قبله ظرف التكرار، لا يجي بعده. فطبعا هنا الغلط في الترتيب، فانا محتاجة اكون صح لنفسي. يبقى هقول are always dangerous، طبعا لانها حيوان سام، فطبعا هو خطير. We ate school date واداني go never. طيب دلوقتي انا عندي go ده فعل، و never ظرف تكرار. ظرف التكرار بيجي فين بالنسبة للفعل؟ اي فعل غير verb to be يجي قبله. يبقى برضو الغلط في الترتيب. يبقى هتبقى never go. وطبعا go متصرفة صح مع الفاعل we. I watch TV. I watch it only on Friday. انا بتفرج على تلفزيون بس يوم الجمعة. يبقى انا انا مش دايما بتفرج عليه، ولا برضو عمري ما بتفرج عليه، لان انا بتفرج عليه يوم الجمعة بس. يبقى ده بالنسبة لي نادرا. نادرا يعني rarely. طيب snakes eat plants. طبعا snakes عمر التعابين ما بتاكل البلانتس الاعشاب، فهقول never. How do you wash your hands؟ انا عايزه اقول كم مره انت بتغسل ايدك. كم مره دي اللي هي how often. how how often دي اداه استفهام مركبه. how often يعني كم مره. camels eat insects. طبعا الجمال عمرها ما بتاكل حشرات، هي بتاكل بس اعشاب، فهقول never. مام لانش واداني كوكس اوفن. كوكس هي متصرفه صح مع الفاعل المفرد، حطيت لها الاضافه اس، فما مش هغير فيها حاجه. طيب بالنسبه لي كلمه اوفن، هل ده مكانها الصح؟ لا، المفروض ان ظرف التكرار يجي قبل الفعل، فبرضه نفس الكلام هبدلهم. يبقى هقول مام اوفن كوكس. ماما غالبا بتطبخ الغداء. I ate late for school وقال لي never am. نفس الكلام برضو مكانه هنا مش صح، المفروض verb to be هو الأول. يبقى أقول I am never. أنا عمري ما بكون late for school، عمري ما بكون متأخر على المدرسة. My friends are happy. I love them. أنا بحبهم. يبقى my friends are always happy، دايما سعداء. I eat early وتاني sleep usually. برضو نفس الكلام، ظرف التكرار يجي الأول قبل قبل الفعل. يبقى usually sleep. أنس polite واداني always is. طبعا أنس مفرد فتمام is هي صح، بس الفكرة في مكان ظرف التكرار مع verb to be. ظرف التكرار يجي بعده. يبقى هجيب is الأول وأكمل عادي جدا. تمام إجابتي. بعد كده اختبارات بقى على الدرس كله. طبعا السؤال الاول نص استماع بس، هو الدرس اصلا كله معلومات عامة، ومش محتاج يعني معلومة من بره، فهنحله عادي. number one, the desert is hot and. طبعا لما هوصف الصحراء هوصفها بانها hot and dry، حارة وجافة. many live there. طبعا many animals live there، في حيوانات كتيرة عايشة هناك وبتعرف تتكيف برضو مع الجو ده، يعني رغم ان هو صعب. often eat rats and lizards. مين الحيوان اللي هو بيعيش في الصحراء اللي بياكل rats and lizards؟ ده طبعا اللي هو snakes، التعابين. camels eat plants to stay strong، عشان يبقوا آه قوي. يعني الجمال بتاكل النباتات عشان يعني عايشين عليها، يعني عشان يبقوا أقوياء. snakes often eat small animals. snakes التعابين بتاكل small animals، حيوانات صغيرة like or lizards.
طبعا rats or lizards، فئران أو سحالي. insects give lizards، الحشرات بتدي السحالي. ما هي السحالي بتتغذى على الحشرات، طب هي بتديها ايه بقى؟ بتستفاد منها بايه؟ بانها بتعطيها energy، بتديها طاقة. each animal، كل حيوان in the desert، في الصحراء has an important role to play، دور مهم. تمام. وكلمة role دي من الكلمات المهمة، واصلا الجملة دي من اهم الجمل اللي لازم نكتبها في الباراجراف. لما يجي ايه يقول لنا اكتب عن حيوانات الصحراء. camels eat، طبعا camels ما بياكلش اي الحاجات اللي قدامنا دي غير plants. طب لو ما لقيتش plants هلاقي grass، يعني اما الاقي plants او الاقي grass. بعد كده ايه live in the desert، عايز حيوان بيعيش في الصحراء. طبعا fish لأ، lions لأ، turtles لأ، طبعا foxes اللي هي ايه الثعالب. ايه come out at night when it's cooler، ايه الحيوان اللي come out بيخرج at night بالليل when it's cooler لما بيبدأ الجو يبقى ابرد؟ ده طبعا owls اللي هم البوم. طيب سؤال البوكس، هقرأ الأول الكلمات، طبعا لازم نقرأ الكلمات الأول وبقرأ كل جملة. lizards السحالي، hot حار، plants نباتات، cold بارد. many animals live in the desert، حيوانات كتير عايشة في الصحراء. the desert is a and dry، طبعا is hot and dry. snakes often eat small animals like rats or، طبعا التعابين بتاكل الفئران او الايه lizards السحالي. camels eat a to stay strong، طبعا camels eat plants. ماشي، وقلنا plants او grass الاتنين ايه صح. القطعة بتقول the desert is hot and dry but many animals live there، رغم ان الصحراء حارة وجافة الا ان في حيوانات كتيرة عايشة هناك. snakes often eat small animals like rats or lizards. camels live in the desert too. They eat plants to stay strong. Lizards eat insects which give them energy. Some animals hide under rocks to stay cool during the day. Others like owls come out at night when it's cooler. Each animal has an important role in the desert. They help nature stay in balance. The desert، وهو ده على فكرة القطعة هي عبارة أصلا عن الدرس، يعني هو الدرس أصلا هي الفقرة دي كلها، وطبعا أغلبها جمل مهمة هنستخدمها دلوقتي في كتابة الإيه الباراجراف. The desert is hot and طبعا dry. owls come out at، احنا قلنا ان الاولز البوم come out بيخرجوا امتى؟ at night. واصلا اول ما اشوف كلمة at اعرف ان انا عايزة اقول at night، لان night هي الكلمة ايه اللي بتاخد حرف جر at قبلها. what do lizards eat، الليزردز اللي هي السحالي بتاكل ايه؟ what هنا اللي هي ما او ماذا، ماذا تأكل السحالي؟ طبعا هقول lizards eat الحشرات اللي هي ايه insects. what's the text about، النص كان بيدور حوالين ايه؟ بيدور حوالين حيوانات الصحراء، فهقول ها the desert animals عشان هو كلمني عن الحيوانات. why do some animals hide under rocks؟ why يعني لماذا، بسأل عن السبب، ليه في حيوانات بتستخبى تحت الايه تحت الصخور؟ طبعا انا في الأسئلة دي طبعا انا برجع للفقرة وبطلع منها الإجابة. هو هنا قال لي ايه؟ قال لي some animals hide under rocks to stay cool during the day. هو ده السبب، هما بيستخبوا تحت الصخور علشان يعني المنطقة دي بتبقى باردة، مش معرضة طبعا لحرارة الصحراء، فبيفضلوا فيها خلال فترة النهار عشان الجو بيبقى حر جدا، وبعدين بيطلعوا ايه بالليل مثلا او بعد الغروب. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى to stay cool during the day. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال رتب، طبعا هقول desert animals حيوانات الصحراء مالها؟ ده الفاعل، فين الفعل؟ ها انا عندي الفعل find، بس اركز واخلي بالي ان انا عندي ظرف تكرار، فظرف التكرار يجي الاول، يبقى هقول desert animals rarely find food. camels الجمال، مالها الجمال؟ عايزه اقول ان الجمال دايما بتخزن، يبقى camels always store ايه؟ بتخزن ايه؟ بتخزن water الميه. فين؟ in their bodies في اجسامهم. طيب سؤال التصحيح، camels eat grass، طبعا هما دايما بياكلوا، فبدل never هكتب always. lizards eat dangerous
اداني sometimes are. طبعا الغلط هنا في الترتيب، فهتبقى are الأول وبعدين sometimes. طيب هنا قال لي ايه؟ قال لي اكتب 30 كلمة، ماشي، 30 words عن animals in the desert، الحيوانات في الصحراء. هبدأ وأقول الأول مقدمة، بس أخلي بالي إن أنا في الأول بسيب مسافة ما بكتبش فيها، ودي بتتم في أول جملة بس من الباراجراف. أحسن خطي، أسيب مسافة ما بين كل كلمة والتانية. كل جملة بتبدأ بحرف كابيتال، وبنهي الجملة بنقطة. تمام، كل الحاجات دي بنتحاسب عليها. طيب، أول حاجة هتكلم عن الصحراء بشكل عام. هقول the desert، الصحراء، is hot and dry، هي حارة وجافة. وبعدين هقول إن في حيوانات كتيرة عايشة هناك، يبقى هقول many animals live there، عايشة هناك. أو ممكن أقول live in the desert، في الصحراء. وأبدأ أمسك كل حيوان بقى. أول حاجة snakes، هقول snakes eat، بياكلوا ايه؟ بياكلوا small animals like آه، like ايه؟ like rats طبعا and lizards. بعد كده هتكلم عن lizards نفسها. تمام، وهقول ان lizards eat insects to get energy. ممكن اكمل واقول to get energy عشان تحصل على الطاقة. بعد كده هكتب جملة عن الكاملز، وهقول معذرة هنا في اخر الشاشة الخط مش واضح شوية، بس انا ايه هكمل معاكم الجمل. طبعا ممكن اكمل واقول camels camels eat grass، ماشي. او ممكن اقول eat plants. ممكن اقول they always store water in their bodies، هما دايما بيخزنوا المية في جسمهم. ممكن كمان اتكلم عن الاولز. owls come out at night، هما بيخرجوا بالليل. ممكن اقول ان some animals hide under rocks during the day، في حيوانات بتستخبى تحت الاحجار خلال فترة النهار. تمام. وفي الاخر طبعا اهم جملة ممكن انهي بيها باراجراف زي ده، هو ان انا اقول each animal، كل حيوان has an important role، عنده دور مهم in the desert، في الصحراء. they help nature، ودي برضو جملة مهمة جدا. they help nature، هما بيساعدوا الطبيعة to stay in balance، انها تبقى ايه؟ يبقى فيها توازن، في حيوانات بتتغذى على حيوانات تانية، في حيوانات قوية، في حيوانات ضعيفة، وهكذا. تمام، احنا كده خلصنا حل على الدرس التاني. ما تنسوش تبصوا في الوصف، هتلاقوا لينكات للامتحانات، امتحانات إلكترونية. كل امتحان إلكتروني على كل درس من الوحدة الأولى، هسيب لكم كل اللينكات إن شاء الله في الوصف. ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وبالتوفيق موفقين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.